وي ارقام خياليه وصلت لها المملكه المغربيه، الامبراطوريه المغربيه. وي صافي، حنا غادي نعودوا دابا، غادي نعودوا نتعاملوا غير مع السياحه، ما خصنا لا بترول ولا غاز والو. صافي السياحه تدخل علينا الملاير ديال الدوفيز، بارك علينا. وي خلينا نشوفوا اخواني، خلينا. المغرب ثاني أفضل وجهة سياحية في القارة الإفريقية، إنجاز تحققه المملكة لأول مرة في تاريخها، متجاوزة حتى جنوب أفريقيا. المغرب استقبل العام الماضي رقم غير مسبوق من السياح، وصل عددهم لحوالي 14.5 مليون زائر، وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام تخطى الرقم 10 ملايين سائح. السياحة تساهم بنسبة 7% في الاقتصاد المغربي، وتوفر حوالي 2.5 مليون فرصة عمل. دراسة لشركة الاستشارات الإسبانية بلوم شرحت الأسباب، ومنها جاذبية المغرب كبلد سياحي بسبب تنوع المناطق والمناظر الطبيعية وتعدد الأنشطة السياحية سواء التاريخية أو الشاطئية أو الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى الترفيهية والثقافية، ناهيكم عن الحملات الترويجية على المنصات الرقمية التي قامت بها الحكومة والقطاع الخاص وحتى المؤثرين المغاربة. بلاتي يا خوتي، راه سمعت شي صداع نايض، ما عرفتو علاش. بلاتي سمعت شي غوت ما فهمتوش ديالهاش. اول نقابي هو انا يا بساطة. سيد الرئيس، الى اين تتجه الجزائر؟ الجزائر قوة اقتصادية، قوة سياسية معروفة. راه قال لي مول شفنجة اللي في راس الدرب. احنا الدولة الوحيدة حسب الأمم الوحيدة في العالم اللي فوق المعدل العالمي. اشبع فمك يا وحنا احنا كذلك قوة إفريقية. أعطي الباكية كلها أختي، أعطيها أعطي. ما تعطيش القرعة نتاع الدواء هذيك ضربة واحدة. لكن عندنا هنا في العاصمة كل حجرة تنطق لك بالتاريخ، كل حجرة. أنت تتكلم جد؟ بيان سور. واليوم احنا بالتطور نتاعنا اصبحنا ربما من اكبر الدول الافريقيه استهلاكا للعدس. عالم عايشه بالاوامر. تبارك الله على عمي تبون، الصحراء المغربيه ولات جنه، وعمي تبون مازال كيهضر على العدس ومازال ما ردش راسو للطوابير اللي كاينه. ايوا اش نقولوا، الله يصوب. كوب دي موند في بلد عربي وقريب لينا، ما شاءت الأقدار وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. وركنا. ايوا عمي تبون، الله يقوي إيمانك، الله يقوي إيمانك ويخلي لك صحابك ويخليك ذويك وأهليك إن شاء الله اللي كيجيوك ويزوروك في كل مرة ودو جيوبة عامرين. القاموسة عيني عالقاموسة عيني. قاموسة راحت تقابل قاموسة. قاموسة راحت تقابل قاموسة عيني ما لقتهاش. قاموسة ليلي لقطها بقرة يا عيني يا ليلي. عيني عالجمايس لما تتقابل يا عيني، يا عيني عالجمايس لما تتقابل يا عيني يا جاموسي. المشكلة ديالك يا عمي تبون قوتيها مع كل شيء، وما بقاش عندك فين تمشي ولا فين تدور ولا فين تجي. دابا تالا توحشتي راسك بغيتي تخرج ولا شي حاجة، إما كتمشي لعند إبراهيم غالي تهبط لعندو لتندوف، وإما كتمشي لتونس، ولا هما كيجيو لعندك كيف شفنا دابا. هذا هو اللي كاين. وقول لنا شنو درتي، قول لنا عمي تبون شنو هو المستقبل وشنو هو
يعني الامور اللي جايه في الطريق ان شاء الله بحول الله، راه حنا باغي الجزائر تكون مزيانه. نقص الامكانيات الماليه للبلاد، انهارت، صبحت العيشه اصعب. ما هوش باستطاعتنا اليوم باش نديرو كل شيء، لا هنا لا في وهران لا في العاصمه. نتصداو الاولويات. اطارات الدوله خلى ماشي تتقشف، اختلاسات واموال طائله خرجت لفرنسا واللي مشى في الدول المجاوره ومشات هذه. عمي تبون الاختلاسات اللي كاينه في البلاد راها بيناتكم، ما تذكر لا دول مجاوره ولا والو، لا تمعنيش على المغرب، حنا ما وصلنا والو. فلوس الجزائر ما شلناها لك حلا ولا بيضه، ما عندنا ما نستقبلو ولا نشدو ولا. شوف دوك الفليسات ديالك فين مشاو، هذا هو اللي كان. صاحبك غتهضر على الطوابير وغتلقى لهم مشكل وكذا وهادي، والتقشف الا هاد الناس الا كان عندهم الطوابير وزدتيهم التقشف وراه الموت الكحله هادي. وزيد كمل لينا على هذا هذه. الشيء اللي غدير فيه الجزائر ديرو بالشيء اللي كان موجود. هذا انا مستعد نديرها ونتعلق من لساني كما يقول. انا نمشوا كما يقولوا بالعامه قد الماء قد الدقيق. اشبع فمك يا وشبع. والله لا عيختي يا عمي تبون ولا كتضحك علينا صراحه. هي هادي زيد الماء قد الدقيق ولا ما عرفتش تقول لي انت واش تدخل الكوزينه تعجن ولا. والله يهديك وهضر معنا بالواقع. مقسومه نزيدو الغالب. اليوم راكم ماهاش معزوله الهيل صح. الجزائر مقصوده، رانا توعدت والجيش راه جاهز. والله عمي تبوله ديك النقشه اللي باقا ليا في عقلي راه غتحيدها ليا. واش دابا حنا عاد حنايا داخلين الكوزينه كنهضروا على الدقيق والماء وتقول الجيش راه جاهز؟ يا ودي الله يهديك يا عمي تبون. واش دابا شنو هو هذا؟ تمشي داك الجيش اللي عندك في الطوابير ولا؟ وانت الله يهديك. ودابا انت الجيش ما الجيش دابا تدخل دابا الا دخلتي كاع مثلا في حرب وهذه وشحال غتوانطي كاع 3 ايام 4 ايام؟ الله يخليك عمي تبون. حنا ما باغينش هاد المسائل هذه، ما باغينش الجزائر تدخل حتى بحاجه. حنا يا ربي السلم والسلام، هذا هو اللي كاين. وعمي تبون الله يهديك دير عقلك. وصلت اليوم أول دفعة من الفتيات المستوردات إلى ميناء الجزائر العاصمة، الشقروات الجميلات ذوات العيون الخضراء والزرقاء الطويلات القامات الرازنات الفاتنات البشوشات الرقيقات، قادم إلينا بكل أناقتهن وسحرهن من بلاد رومانيا. هذا وعمي تبون ما درتي فيها ما يليق، وانت باغي البلاد كلها تعود طوابير. ها هما دابا العيالات خرجوا في مظاهرات دايرين الطوابير تا هما. قال لك علاش عمي تبون يستورد لينا على الغنم بركه، علاش يستورد لينا الخضروات الجميلات الفاتنات؟ قال لك واش حنايا ماشي عيالات؟ ايوا دابا ها شنو هادشي اللي درتي يا عمي تبون؟ ودابا راه ما كنبغيوش، راه انت اللي كتدفعنا نهضروا، وانت دابا بهاد الكوميديا ديالك وبهاد المسائل انت اللي كتدفعنا دابا للمواقع نخرجوا نهضروا. وهي هادي ويلي. ودابا انت يا الجزائريات الحمد لله تبارك الله زينات وكذا وداك الشيء وعربيات وهادي، وجايب لهم مع الخرفان جايب لهم الخضروات الشقروات، وعاد عاوتاني باغي تجيب دفعه اخرى من اسبانيا. ما فهمتش انا عمي تبون دابا واش دابا شنو هو هذا؟ ترقب بشغف وصول الدفعة التالية القادمة من إسبانيا قريبا، فرحة عارمة عم أوساط الشباب الجزائريين غير المتزوجين، ولا سيما أولئك الذين ولدوا في 800 و900 القرن الماضي، الذين صبروا طويلا على حياة العزوبة في انتظار هذا اليوم الموعود. فهل سنشهد قريبا أفراحا وزيجات جماعية تدخل السعادة إلى بيوت العزاب؟ ترقبوا معنا. ايوا هاد المذيعة اخوتي كتوقع بان هاد الامور راه غادا تكون وراه غادا تدخل السعادة على الشباب. شنو سعادة ودي على الشباب هذا؟ انا راه بغيت نقولها ليها ولكن شفتها في وسط التلفزيون ما عندي كيفاش غندير. ايوا دابا واش الجزائري دابا ملي غادي يحط هاد لينا فريد يحط هاد الشقره هاد الزينه كدا وهادي وداك الشيء فين غادي يحطها؟
وملي غادي تشوف واقف في الطوابير، لا زيت لا ماء لا طحين لا يديك لا يخليك لا حليب كاين، هادي راه غادي تشدها على رجليها الروماني، غترجع عادي ما كاينش اللعبه. والله اخوتي بعض المرات الا كنفكر كنقول علاش الجزائر عندها كل مكونات ديال دولة غنية وبترول وغاز، وعلاش ما ولاتش بحال الامارات. وعلى ذكر الامارات كنشوف كنقول انا علاش هاد الناس مدابزين، وعلاش ما عارفينش الخطورة ديال هادشي اللي كيديروا فيه. واش بغات الجزائر دير العيب مع كل شيء؟ راه هاد المسائل اللي كدير في الجزائر راه خطير وخطير جدا خوتي. احذروا 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 يا مكلخين، انتم تجيدون الضجيج والصياح. الاماراتيين شوف دولة خطيرة بصريح العبارة، هي دولة خطيرة بكل ما تحوي الكلمة من معنى. واذا دخلتكم راسها، اذا مثلا دخل عمي تبون في راس الامارات وانهم يفككوها، قسما بالله يا جزائريين لا يمرمطوكم في اقل من سنة. جماعة لهم خبرة في تفكيك البلدان وفي دعم الانفصاليين، والله لا يجيبوا لك هذه القبائل يخلوها قوة ضاربة، كما فعلوا في اليمن وكما فعلوا في السودان وكما فعلوا في ليبيا. فهي في كل البلدان مع الانفصاليين، في اليمن مع البوليزاريو اليمنيين، في السودان مع حميدتي، في ليبيا مع حفتر، دائما مع الانفصالية الإمارات. وهي مستطيعة يا أخي الآن تأخذ لك هذا فرحات مهني، تغذي وتلبسه وتدعمه وتعمل له ميليشيات هكذا على مستوى، تبهدلك انت والمرادية، تخليك واقف على رجل والله العظيم لا يمزقوك ويفككوك في أقل من 6 شهور. أنا أقول لك الإماراتيين خطيرين جدا، هذا عسكريا أيضا مهنيا وإعلاميا. والله لو يحطوك الإماراتيين في رأسهم، الإماراتيين ترسانة إعلامية ضخمة، لديهم قنوات فتاكة، إذا دخلت معهم في حرب إعلامية سيدمروك. إلى الآن الإمارات غير داخلة، وأنا أقول لكم كيف سيكون رد الإمارات لن تنزل إلى هذا المستوى. أنا عارف الإماراتيين أذكياء جدا في إدارة الصراع. الرد ستسمعون قريبا التوقيع على اتفاقيات اقتصادية بين المغرب والإمارات. هكذا سيكون رد الإمارات الموجع والقاتل الذي سيجعل المرادية توقف على رجل. ايوا الله يصوب الله يصوب الله يصوب، الله يجعل ربي يصوب. خوتي قبل من الخروج ديالكم اهلا وسهلا بكم جميعا في القناة ديالكم الجديدة، فكونوا من المشجعين وكونوا يعني من الداعمين، فأهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي. وهذه القناة ديالكم فديروا الإعجاب ديالكم وبارطاجيو، والله يجزيكم بخير. واللي ما تابوناش معنا يتابونا في القناة الجديدة، والسلام عليكم.